السؤال الثالث، هنا منظمة هيومان رايتس ووتش، منظمة حقوق الإنسان، صرح وقالوا بأن هناك انتهاكات في سجون في كردستان العراق. هل غالبية السجناء يتبعون حركاتكم؟ لو سمحت، جزاك الله خير يا أستاذ كريكار، حفظك الله. أما بالنسبة لحقوق الإنسان المنتهكة في سجون الأكراد، فمع كل أسف أن تحت راية الحزبين وظل الحزبين العلمانيين الكرديين صارت لنا سجون أيضا في عمق الجبال، كما هي سجون أمريكا، طبعا أقصد سجون CIA، كما هي الحال في تايلاند وفي غامبيا وفي المغرب وفي رومانيا وفي بولونيا وفي بلدان أخرى مختلفة كذلك. مع الأسف كردستان صارت أيضا وديانها سجنا أو فيها سجون لهؤلاء المختطفين من بلدان العالم. أما ما ظهرت من تقارير لحقوق الإنسان، سبق وأن كتبت عنها صحف أمريكية كثيرة، دخلوا بعض السجون وتعرفوا عليها، لأن الحزبين الكرديين لهم سجون غير السجون الرسمية تحت الإدارتين، لكل منهما أجهزة مخابراتية تشبه الأجهزة البعثية الصدامية، هي كالأصابع الخمسة، جهاز حزبي وجهاز مخابراتي وجهاز أمني وجهاز إداري وجهاز، وهكذا ما عدا الشرطة والجيش، فالكل يحاول أن يختطف. ولذلك الآن عدد الإسلاميين في سجون الجماعتين يفوق الخيال، يعني نسبة إلى هذه المنطقة الصغيرة، أو نسبة إلى ادعاءات ووجود وزارتين لحقوق الإنسان في السليمانية وأربيل، إضافة إلى حقوق إنسان آخر منكوب في بغداد.